مدرسه ابو سالم غرب الشام. امبارح وانا قاعد المغرب كده بصيت لقيت حدف زلطه من الشباك جت عليا. المهم خدت الزلطه قعدت ابص فيها يمين شمال، يعني اثارت فضولي شويه كده ورحت راكنها. بعد المغرب صليت المغرب ورجعت حبيت اعمل كوبايه شاي، دخلت جوه المطبخ كالعاده طبعا كاي راجل بيخش المطبخ، عكيت الدنيا وبعد كده بصيت لقيت حته الرخامه ديت طالعه من الرخام اللي هو بتاع المطبخ، فقعدت ابص لها برده عادي ورحت راكنها جنبها. الساعه 9 بالليل او الساعه 10 بسمع النشره. الساعه 9 بالليل. الاستاذ وائل يعني بص يا جماعه، يعني شوف المقدمه بتاعته واحنا مدرسين اهو شدنا صح ولا لا؟ مستنيين بقى بعد ما عمل الشاي تاني هينزل له ايه؟ تخيل انت الطالب وهو بيقول له كده، يعني الطالب هيروح معاه في سكه ثانيه خالص، هيقعد ان هو لازم يسمع. الله ينور عليك يا عم وائل. عملت ايه تاني بعد الساعه 9؟ 9 انت قلت مش هو قال 9؟ الساعه 9 قاعد قدام التلفزيون فبسمع النشره، فوجئت بخبر كده بيقول خط الانابيب بتاع الغاز اللي هو رايح من روسيا لحد المانيا. الكلام ده كان امبارح. معرفش بقى الخبر ده قديم ولا لا. لا انا بس لسه اسمه خط الانابيب اللي هو رايح من روسيا لالمانيا اللي هو تصدير، تمام، عن طريق البحر، بحر اسمه بحر البلطيق. المهم الخط دوت تقريبا حصل فيه مشكله او عطل، وجايبين صوره الغاز او صوره الماده البتروليه وهي طالعه على وش الميه. فطبعا برضو قعدت شويه كده اربط ما بين 3 حاجات: موضوع الزلطه اللي اترمت، موضوع حته الرخامه اللي اتكسرت، موضوع الغاز ده طالع منين. فدورت ورا الغاز ورا ده كله، لقيت ان في حاجه اسمها صخور فحام، اسمها الصخور. الصخور ايه علاقتها بدي؟ ده عباره عن صخر. الزلط ده عباره عن صخر، نوع من انواع الصخور. الرخام ده كلنا عارفين طبعا ان هو نوع من انواع الصخر. البترول او الماده البتروليه اللي هي الغاز او البترول او الغاز الطبيعي او الكلام ده، لما تيجي تدور وراه تلاقي برضه طالع من تحت الارض، وتحت الارض دي في نوع من انواع الصخور عامله حاجه اسمها مكامن او مصايد، عن طريق مصطلح بيقولوا عليه العلماء اسمه طيه. الطيه دي حاجه زي المرايه المقعره كده، كلنا بندي ثالثه اعدادي. فهي الصخور طبعا حجمها بيبقى كبير جدا، فكلها عامله حاجه زي طيه. الطيه دي زي ثانيه؟ ثانيه بس اسمها العلم طيه. احنا اكننا طلبه اهو بنتكلم، يعني بنسال الحاجه لما بنكونش بدنا. الطيه دي طبعا بتقوم تلم المواد البتروليه سواء كان بترول، غاز طبيعي، الكلام ده كله تلمه في مكان، ونبتدي احنا بقى عن طريق مثلا الجهاز السونار او الموجات الفوق الصوتيه او الكلام ده نكتشف الاماكن اللي هي فيها البترول. فدور ورا الطيه دي تلاقي اساسها برضو عباره عن ايه؟ صخر. ايه الصخر بقى؟ العلماء بيقولوا او بيعرفوا ان الصخر ده لو انا دورت ده في تركيبه او دوت في تركيبه او الرمل او الطباشير اللي احنا بنكتب فيه، هتلاقي كل ده عباره عن معدن. يا اما معدن واحد وده بيبقى نادر شويه، يا اما عده معادن بتبقى مرتبطه مع بعضها بنسب معينه. ومن هنا هاخد تعريف المعدن على انه عباره او الصخر عباره عن ماده طبيعيه. يعني ايه كلمه طبيعيه؟ يعني ما حدش اتدخل فيه، ما حدش قال في يوم انا عملت الزلط والرمل والحاجات دي كلها، رغم ان احنا بنستخدمها. يبقى ماده صلبه طبيعيه، اما ان تتكون من عده معادن وده الغالب او معدن واحد بس. ده الصخور. انقل على الانواع بتاعت الصخور، هل كلهم نفس النوع ده؟ هل كلهم نفس النوع؟ لا. العلماء قالوا ان الصخور طبعا عباره عن انواع 3 مع اختلاف الامثله، اللي هم في عندنا صخر ناري، في صخر رسوبي، وفي صخر متحول. طيب ايه اللي بيجيب لنا ال3؟ برضه باتفاق العلماء قالوا ان اصل اي صخر على وجه الارض هو عباره عن الصخر الناري، عشان كده اطلقوا عليها مصطلح اسمه الصخور. الصخور يعني ايه؟ دور كده على بتاع الصخر الناري. حضرتك عارف طبعا او سمعت او شفت فيديو او فيلم قصير كده عن البركان. كلنا عارفين البركان ده عباره عن ماده منصهره، الماده دي بتوجد تحت طبقه الارض اسمها طبقه الوشاح. هكمل ولا كمل يا ريس. كمل يا استاذ وائل. كمان في التركيب الدقيق بتاع الارض، العلماء وصلوا ان الارض اللي احنا عايشين عليها بالشكل الكروي او شبه كروي، مش عايزين نقول كروي عشان برضه المصطلح غلط، تمام؟ قالوا ان طبقات الارض ديت بتبقى حوالي 3 أو 4. الطبقه الاولى كانت القشره الارضيه اللي هو سطح الارض اللي احنا عايشين عليه، السمك بتاعه برضه.
تمام، اللي هو بيختلف من محيط لبحر اليابس للكلام ده. الطبقه الثانيه اسمها طبقه الوشاح، والوشاح ده او الدثار عباره عن طبقتين، واحده فوق والثانيه تحت. اللي فوق سمكها 350 كيلو متر. انزل بقى حضرتك تحت ال 350 كيلو متر اللي هي تحت الوشاح العلوي دي او فوقها، خلينا فوقها، يعني بين القشره الارضيه وبين السطح العلوي بتاع الوشاح هتلاقي ماده اسمها ماده الماجما او الصهاره، اللي هي ماده اساس البراكين. الماده دي عباره عن ايه؟ درجه حرارتها اتليست على الاقل 1200 درجه مئويه. طيب هل الماده دي ثابته ولا بتتحرك؟ تخيل كده، معلش انا اسف في اللفظ، حضرتك شارب ميه كتير، تمام، وواكل كتير وعمال تتحرك او تجري او طردك لظروف ان انت تجري، طبعا بطنك تحس ان هي عماله ايه؟ تجري. هي الارض كده، الارض بتتحرك ولا ثابته؟ يعني بتتحرك. اتفاق العلماء قالوا ان الارض لها اكثر من نوع من الحركه، يا اما بتتحرك حوالين نفسها، يا اما بتتحرك حوالين الشمس، يا اما بتتحرك مع حركه المجرة في الكون. تمام؟ طيب المهم، فطبعا الماده اللي هي بتاعه الماجما او الصهاره اللي هي وجودها تحت القشره الارضيه واعلى طبقه الوشاح، درجه حرارتها زي ما اتفقنا 1200 على الاقل. الماده دي نتيجه حركه الارض برضه بتتحرك. بعد ما بتتحرك تعمل ايه بقى؟ عارف الواحد اللي هو بينتهز الفرصه لما يكون مثلا في حد بره وقافل عليه خالص ومش عايز يخرجه، مش عايز يطلعه، قافل الباب وقافل الشباك، فراح له من الشباك ما صدق الباب اتفتح فخرج. هو الماده دي كده بتخترق نقط الضعف في القشره الارضيه، يعني بتشوف النقط الضعيفه واضعف المناطق الموجوده في الارض هي قيعان المحيطات. ليه يا عم؟ عشان المحيط على الاقل العمق بتاعه بيبقى 11000 متر اللي هو 11 كيلو متر. تمام؟ عشان كده قالوا السمك بتاع القشره الارضيه في اليابسه يختلف عن البحار والمحيطات. تمام؟ اليابسه حوالي 8 كيلو بتاع ده 60 كيلو متر، تمام، من اول سطح الارض لحد تحت. اما قيعان البحار والمحيطات لحد 11 او 8 كيلو متر، وكمل الباقي اللي هو 11 كيلو متر اعمق المناطق اللي موجود فيها على سطح الارض. فهي بتخترق المناطق الضعيفه. طيب اختراقاتها ايه اللي يحصل بعد كده؟ بعد ما بتخترق بتخرج. طب وبعد ما بتخرج بيحصل لها بقى تعرض للهواء، فممكن من هنا تكون نوع من انواع الصخر كان موجود جوه وكان منصهر ودرجه حرارته عاليه. اذا انا هقول عليه صخر ناري لانه عامل زي الولعه، المفروض ما حدش يجي ناحيته، وبيعمل عمليه انصهار لجميع الحاجات اللي بتقابله. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيطرح كل اللي موجود في بطن الارض بره على السطح. طيب هل كله بيطلع؟ اكمل ولا كفايه؟ هل كله بيطلع؟ هل لا؟ كله ما بيطلعش. في بعضه بيطلع على سطح الارض وفي بعضه بينزل تحت. عشان كده العلماء كان لهم المعادن الثقيله. قالوا في صخر ناري اسمه ناري سطحي وفي ناري جوفي، وفرقوا بين الاثنين في الحبيبات ودرجه الحراره اللي بياخدوها والتبلور والوقت اللي بياخده. عشان كده ايه؟ هركن الصخر الناري على جنب اللي هو منه حاجه اسمها الجرانيت والبازلت اللي احنا بنعمل له واجهات المباني، تمام، اللي هو الجرانيت، وعندنا البازلت طبعا بنستخدمه في رصف الطرق اللي احنا كلنا بنشوفه على السكه بتاعت القطر والكلام ده. ادي نقطه، ده الصخر الناري. طب يا عم الصخر الناري كان في منه جوفي ما قدرش يطلع، فضل تحت، برد، خد سنه 2 3 4 5 10 فضل موجود تحت، فبيتعرض لحاجه اسمها ايه؟ ضغط. الطبقات اللي فوق تضغط طبعا على الطبقات اللي تحت، نتيجه الضغط والحراره الشديده قام يتحول الى صخر متحول. فين الصخر المتحول؟ اللي هو ده، اللي هو الرخام. مع اختلاف طبعا ان او كلنا عارفين ان الانسان بيتدخل ساعات في الحاجات دي، يضيف لها ماده ينعمها يخشنها، تمام، اللي هو الصخر الناري اللي هو مين؟ حاجه اسمها رخام، ونوع تاني اسمه الاردواز. طيب يا عم تمام. طب وبعدين؟ قال كده انت دخلت في الصخر الناري وكده دخلت في الصخر الايه؟ المتحول. طيب تعالى الصخور بقى طلعت بره، بقت خلاص صخر ناري سطحي اتعرض لبروده هواء، خد مثلا ايا كان الوقت ان هو يبرد والكلام ده، بيتعرض لعمليات اسمها عمليه تجويه، وكلمه التجويه جت من عوامل الجو، وعوامل الجو العلماء قسموها نوعين. في عوامل بتاعه الميه اللي هي بيسموها تجويه او تعريه، في عوامل بتدخل فيها الميه، وفي عوامل بيخش فيها التغيرات بتاعه الهواء اللي هي عمليه التفاعل الكيميائي. بتاعه الميه سموها تجويه مائيه. ازاي يا عم؟ حضرتك كده عايزك لما تروح في البيت لو معانا ادوات كنا عملناها تعمل الاتي، هتروح جايب حله ميه، حله الميه دي تقوم جايب شويه تراب من الشارع، الخلطه اللي هي فيهم دي وتروح حاططها في قلب الايه؟ الحله، وبعدين تروح مميل الحله شويه كده وحاططهم تحت الايه؟ الحنفيه، وسيب الحنفيه طبعا هنهد الميه كتير. المهم سيب الحنفيه تنزل ميه عليهم، الحنفيه وهي نازله لاحظ اللي بيحصل، وانت مميل بتاعت الحله هتلاقي الحنفيه او الميه اللي نازله عماله تجرف، بتاخد، بتسحب. طيب سيبها يوم 2 3 هتلاقي الطبقات اللي هي بتسحبها بيحصل فيها عمليه ترسيب.
ترسيب يعني هي بتسحب وتحط في مكان. ده اللي بيحصل في الحقيقه، ان هو ايه بقى؟ عوامل الجو اللي هي الميه بتاعت المطره، مياه الامطار، في عندنا طبعا الهواء، تمام، الرياح، الحاجات دي كلها بتقوم تسحب الطبقات العليا من الصخر. بعد ما بتسحب الطبقات العليا بتنقلها من مكانها لمكان تاني اسمه عمليه نقل. يبقى الاولى كانت عمليه نحت بمعنى ان هي بتشيل، عارف الواحد زي ما كنا بنقول زمان كده بينحت الذره، بيشيل الطبقه اللي فوق اللي هي الطبقه السطحيه. بعد ما بينحت الهواء او الميه بتاخد الطبقه السطحيه تقوم ايه؟ تنقل في مكان. طيب نقلت السنه دي، السنه اللي بعدها بقى الطبقات فوق بعض اسمها عمليه ترسيب. طيب العمليه الثالثه بعد الترسيب الطبقات دي الطبيعي كده تاخد سنين طبعا الكلام ده. على فكره احنا قلنا اقدم انواع الصخور الموجوده على الارض كانت الصخور الناريه، بيسموها ام الصخور. تكوين الصخور نفسها وعمليه التحول من صخر للثاني مش بياخد سنه ولا اثنين. انتوا عارفين الارض يقدر عمرها بقد ايه؟ 4600 سنه. لا 4.6 مليار سنه. حضرتك عارف منهم بس 548 مليون سنه، ده معروف. الباقي كله مجهول، احنا ما نعرفش عنه حاجه. وطبعا ما اعرفش ان كان عندكم المعلومه دي ولا لا، اخر الكائنات ظهورا على الارض هو واحد، الانسان. ربنا خلق الحياه البكتيريا الاول، وبعد كده الكائنات الموجوده في الميه، بعد كده ظهرت طبعا اللي هي البرنائيات تعيش شويه في الميه واليابس، بعد كده الزواحف، بعد كده الطيور والثدييات. بعد ما ربنا هيئ الارض دي كلها راح خلقك انت بقى. عشان ايه؟ عشان تستعد لعباده ربنا. تمام. حقيقي والله استفدت. عليكم السلام. ما بالك بقى الطلبه هيبقوا